كلام من بيت الكلاوي. في تعليق كده وجعني، انا قدر ما جيت فتشته ما لقيته. يقول لي انت فلنقاي وعامل فيها وتعرف. نمشي ونجيك. طيب السلام عليكم. انتوا عارفين اسرارنا الصغرى ولا اسرارنا الكبرى؟ انا ما عارف. ولو الحاجه دي كانت حاصله معاك يا ريت اكيد احتمال انا اكون براي يعني فيها. فكنا ونحن كنا اطفال في الاساس، اطفال يعني. اما تجيب النتيجه بتاعتك تجيبها وبتيجي تقول الورق والله يا امي والله دي ما درجاتي، والله الدرجات دي والله شالوه، والله قاعد يشيلوا درجاتنا بدوها للناس التانيين. والله شيلوا درجاتك ادوها للناس التانيين، وانت مدينك ورقه كاتب فيها بخط يدك مصححينها عليك، وبرضه بيشيلوا درجاتك ادوها للناس التانيين. ايوه القاعد يشيل درجاتك ده منه من نظريه المؤامره، نظريه التهميش قاعده في راسي جوا، انا مهمش، انا مقصود، متامرين علي. نظريه دي قاعده جوا مبرمج معنا من صغير، قايم كده مبرمج انه انا مقصود، انا ما بمشي زيك. طيب سالت نفسك مديرك منو؟ استاذك منو؟ اولك منو؟ هو ده عدم مسؤوليه بس منك ولا اكثر ولا اقل، وتبريرات سمجه جدا جدا منك. انا شخصيا كده قريت في مدرسه في الفتره دي، كان نائب المدير بتاعنا استاذ سعيد، الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله ويتقبل عقوبه الحسن. يا رب يا رب تغفر له. بقدر الجمايل بقدر العظمه اللي كان مقدمها علينا، ربنا تتولاه برحمتك ومغفرتك الكامله يا رب. استاذ سعيد ده رزيقي، متزوج، نوباويه، يعني في التصنيف اذا افترضنا انه ده مهمشين وده 56 من المهمشين كامل كده، يعني مكمل كده. وهو يكون من هناك ويرضى انه يشيلوا درجات يقدوها الناس ثانيين استفهام. ده غير جبال قصه الورق الجبال قلت عليك. زي ما اوريكم انه الموضوع ده موضوع عنده علاقه بالبرمجه بالمخ جوا كده، ما عنده علاقه بالواقع كثير. حتى لو في حاجات واقعيه البرمجه لها الاثر الاكبر، هتبدا تفسر حاجات حتى غلط ما حقيقيه. سعيد خلينا عندنا استاذ ثاني اسمه استاذ رحب، الله يديها الصحه والعافيه ويمتعها بطول العمر. اذا عايش ان شاء الله يا رب يا رب الفيديو ده يقع في يده. ولو في اي زول يقدر يعرف استاذ رحاب اللي كانت ساكنه على البنك العقاري يوصل لها الفيديو ده اذا امكن. اولاد اللي احنا اولادك اللي ربيتينا بعدم تمييز وربيتينا بقبول كان وبمحبه كانت كبيره جدا جدا، ده نحن هسه حاليا احنا قمنا بنحب الوطن ده وبنحب الناس بصوره جمعاء بدون تمييز بدون تفرقه. حتى لو الكلام ده بقى حار بالنسبه لك، انا ما قصدي انه األمك في حته، انا قصدي انه اوعيك ادق ناقوس، اثر في الاصنام اللي في راسك دي، الاصنام الجامده دي، القيود دي، لانه انا عارف انه القيود دي قدر شنوها بتخليك تنطلق وتحقق نجاحات في الحياه، قدر شنوها بتخليك اصلا تبقى انسان كده رائع في الحياه. دي قيود قويه شديد ماسكاك. فيا ريت الفيديو ده صلى الله لو عايش ربنا يمتعها بالصحه والعافيه، انسانه اكثر من رائعه والله حبنا اليك مستمر. صالحات الاسئله بتكلم عنها دي وبالمحبه القاعده دي، صالحات دي كانت شايقين يعني 56 باعتبارها. يا اخي ده كله خليه الاول بتاعنا زادوا في الفصل كانه باوي، اولنا كانه باوي. طيب ما هو ده مهم، مش ده برضه من دائره التهميش، ليه ما شالوا درجه؟ الموضوع ده بس كله انك انت ما كنت حاسب المسؤوليه تجاه نفسك وتجاه الحياه اللي بتعمل فيها. واي زول بيتكلم بالمناقص دي زول بس ما حاسب المسؤوليه الكفايه وما بحقق مسؤولياته في نفسه. واسوء حاجه انك تكون ما حاسب المسؤوليه تجاه الحاجات دي، مشكله كبيره. فما تتحمل المسؤوليه، وما تحملت المسؤوليه فشل كبير في الحياه. تعالوا اقول لكم حاجه يا جماعه، الكون ده فيه قوانين وسنن ما شبهه، ما تقدر تمرق منها، عارفها ما عارفها بتمشي عليك. ساعدت نفسك ليه الزول بيمشي اليمن وبيجي راجع من اليمن وبفتش قروش دي كلها كعسكري جندي مثلا، الضابط ممكن وضعه يكون احسن لكن كعسكري ممكن يضيع قروش دي كلها. طلع علي ده عام شفشف وسرق وغيره وهسه حاليا ملياردير وسام داوود مثلا، ما في كلام ده مع انه الفرصه متاحه له، لكن هو بيعمل في حاجه وما مستحقه، يشيل في حاجه ما استحقاقه، وما استحقاقك ده عامل لها خطه بين قوسين. ما بالضروره تسرقها وتشفشفها زي ما سيعني نتكلم،
ممكن تاخدها كاستحقاق، مثلا زي العساكر المرتب كان ممكن يكون مثلا هنا مبلغ، ويمشي مثلا اليمن يجي بمبلغ ثاني ضخم جدا جدا. المبلغ اتغير عنده، لكن العقليه جوا ما اتغيرت. استحقاقه تجاه نفسه بانه هو مستحق النعيم الجديد ده والوضع الجديد ده ما هو يصير له. فبالتالي حيجي يبزغ القروش دي ينتهي منها عشان يرجع لشنو؟ دائره الارتياح بتاعته القديمه اللي هو كان قاعد فيها. هذا مهم جدا والله. وكذلك انت لو ما حاسس انك انت مستحق الصف الاول في الجامع، لما تجي الجامع وما بزول اصلا حيمنعك انك تمشي تجيب في الصف الاول، ما حتجيب في الصف الاول، لانه شعورك الذاتي جواك بيمنعك انك تمشي الصف الاول. عارفين ليه انا قاعد اتكلم انه نحن المفروض نكسر الحواجز الجوانا اهم من انه نشتغل على الخارج؟ عارفين ليه نحن قبل ما نغير الحكومه في نفسها نحن المفروض نغير في نفسنا التفاصيل الجوانا دي؟ لانه لو غيرنا الجوانا تلقائيا الخارج بيتغير براو. وانت اللي بتعلق تعليقات جارحه تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انا بسبب تعليق كنت عايز، مش كنت عايز، كنت كرهت كل المكونات انا غير المكون بتاعي. حاولت اغير صحتي في الفيسبوك واغير حياتي، ودار انفصل تماما، وما دار احتك وما دار ادخل ناس ثانيه ما من مكوني في حياتي. قادر تتخيل شكل التعليق اللي انت ممكن تكون شايفه الموضوع صغير ممكن يعمل شرخ كبير كيف جوا زول؟ لكن الحاجه اللي عرفتها انه انا ما اقدر اتحكم في الناس اللي بيعلقوا، يعني عندهم مساحتهم. وانت برضك يا اخويا اللي بتسمع فيني، انت ما بالضروره تمنع الناس الثانيين ما يعلقوا عليك تعليق شين، لكن بتقدر تتحكم في نفسك انك تكون زول قوي بولت ما تاثر فيك التعليقات الشينه دي. سلام عليكم.